المرة دي خلاص آخر مرة هناكل فيها كشري عشان خاطر رمضان، فحبينا نودعه. انا ترى اروق عليه. بس يا يوسف. حمي يا حمي. حمي قوي انت بص. ربنا ما يحاسب عليك. طب يا جماعه، بما ان النهارده اخر يوم وخلاص ندخل على رمضان، فقررنا بقى ناكل اخر علبه كشري. قررنا نلعب لعبه انا واصحابي على اللي يخمن سعر طبق الكشري صح مش هيحاسب عليه. اول واحد معانا يا جدعان سيف اهو، تخمن اول حاجه علبه الكشري بص بكام؟ يعني انا بقول 30 جنيه. وانت سلام تخمن علبه الكشري بكام؟ في اسكندريه يعني علبه الكشري هتعمل لها كام؟ يعني القاهره وانت 25 جنيه ولا ايه؟ 25 جنيه. طيب يتهيألي في رينج مثلا 30 35. الكشري نزل بقى اهو يا جدعان. بص ده على طول بدا بالشطه على طول. الشطه دي خلي بالك عشان الشطه دي حاميه احنا قوي. هنشوف دلوقتي في الحساب الحاجه بكام. عبته. انت يا ابني مش المفروض في الاول بتنزل بالصلصه وبعدها بتحط كل انا ده؟ بقى ليها حاجات تانية فاهم. الله. استنى انت اروق عليه. لا بس يا ابني هتبقى حاميه يا ابني، حاميه قوي. الشطه دي هتخلينا ندخل على رمضان. بس بس يا يوسف. بس يا يوسف. حمي يا حمي. ممكن اجرب شطه واكلها عادي. طب يلا بينا. مش قوي يعني. الله عليك. ابلع يا باشا. اخر علبه كشري قبل رمضان. يا ولد. ده اخر طبق كشري احنا هناكله الصلصه. بما ان بقى ان دي اخر مره هناكل فيها كشري لحد اخر رمضان، فهنعمل بقى كل اللي نفسنا فيه. على ما اعتقد ان كل محلات الكشري بتقفل في رمضان، ومش فاهم ايه الفكره. يعني ليه كل محلات الكشري بتبقى طول شهر رمضان قافله ومش بتفتح خالص؟ اعتقد الكوتشر. نعمل تحدي. نعمل تحدي دلوقتي. تبع بتاع. بكره حاجه اسمها شطه وسبايس. حمي قوي انت بص. ربنا ما يحاسب عليك. الرجاله قضت على كل الاطباق. بص كده الاطباق كلها بقت فاضيه. شوف راح الحمام وهو جاي اهو. كشري بوظه. الرجاله اللي هناك بقى دي يا جماعه، الرجاله اللي هناك دي كلها طلعت عارفين. شوفوا بقى دلوقتي الحساب كام. انا بالنسبه لي مش عايز احسب. شوف بقى يطلع الحساب كام. ها؟ الحساب كام؟ قلت كام؟ قسط الشيك. قلت كام؟ جايز ايه؟ قلت كام؟ مش فاكر. اهو 27 جنيه. مين قال 27؟ بما ان بقى يا جماعه ان مفيش حد قال السعر صح، فكل واحد حاسب لنفسه. طبق الكشري عمل 27 جنيه، فبقول لكم ايه؟ سلام. والمكان ده بقى هو كشري وصايه، واحنا كنا في فرع سيدي جابر.